الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده موضوع مهم جدا. الموضوع اكبر من كرش عبد الباسط حموده، اكبر من الباركينج بتاع مول العرب، اطول من هنا لبركه السبع. وفي الجو اللي احنا فيه ده طبيعي، وبما ان احنا كمان تافهين، فاقل حاجه انت بتلبسها بتلبس بلوفر، ممكن بلوفر 1 و2 و3. المشكله ايه بقى؟ المشكله وانت بتلبس البلوفر وكم الشميز يتحشر جوه البلوفر. طب هتعمل ايه؟ دي مشكله كبيره. يعني تعالوا معايا كده نشوف. يعني ده ينفع ان انا وانا بدخل كده الجاكيت كده يتحشر؟ ده ينفع يا جماعه؟ اهو اللي حصل. شايفين الكم وصل لفين؟ طب هي دي حاجه ينفع نسكت عليها؟ شايفين اتحشر ازاي؟ طب هنعمل ايه؟ طب ممكن نمسك الكم كده واحنا بنلبس. طب ما لو مسكت الكم كده في ناس معفنه كتير بتقعد تشمشم واحنا في الشتاء والجو برد. طب نعمل ايه؟ طب لو عملنا زي الناس الجد اللي هم بيلبسوا الجاكيت من غير ما يلاقوا اي حل لكم الجاكيت، انا هوريكم شكلهم يبقى عامل ازاي. وده شكل الناس الجد اللي ما بتسمعش كلام التافهين. ده شكلها دلوقتي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل زي ميشلان بتاع الكاوتش بالظبط زيه. عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه؟ اسم المغني حمدي باتشان اهو. حمدي باتشان وميشلان. انا مش هديكوا حلول. خشوا على جوجل وشوفوا صور حمدي باتشان وشوفوا لابس كام جاكيت. مفيش حاجه بتستخبى في البلد دي.